السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر السلام عليكم ورحمة الله. خالد الغندور في ثوبه الجديد في قناة النهار طالع وبيفضح نادي الزمالك وإدارته قد إيه دلوقتي إن مجلس إدارة نادي الزمالك سايب الحبل على الغارب زي ما بيقولوا لجون إدوارد. بيقول خالد الغندور جون إدوارد عامل سيستم إن هو اللي يدير كل حاجة في الكورة بما فيهم الإدارة الفنية للفريق، فطبيعي ومنطقي يتعاقد مع مدير فني رخيص زي يانج فيريرا. يعني انا اللي جايبك ومديك الفرصة ومدخلك المشروع وانا اللي سايق ويانك سمعا وطاعة. ده كلام خالد الغندور عليه. بيقول كمان يانك مدرب لا هو رهيب ولا حاجة وخد فرصة اكبر من قيمته الفنية لنادي هو من الاكبر في افريقيا. هتقول لي طب جون تعاقد معاه ليه؟ عشان يبقى تحت طوعه في اتخاذ القرارات الفنية، لان هو مديله فرصة اكبر من قيمته، فبالتالي هو مش هيقدر يقول له حاجة. اذا يعني جون هو اللي بيحط التشكيل مثلا، فخالد بيرد بيقول اه طبعا بالظبط كده. جون كل همه صفقاته تنجح حتى لو على حساب الزمالك. شيكوبانزا عمل مشكلة رجع بعد 5 دقايق، فتوح عمل مشكلتين وراح صيف، وزار عمه وظبط دماغه ورجع التشكيل عادي جدا. سيف الجزيري عمل مشكلة مش مشكلة هيرجع برضه. عدي الدباغ لعيب أداؤه متواضع في كل الماتشات ومع ذلك برضه هيبقى موجود. معلش لا مؤاخذة مع احترامي، هو في مدرب يقول لهداف الزمالك وكاس العرب ومنتخب تونس بقول لك ايه انا عايز افضي السكة لعدي الدباغ، روح العب وينج رايت او ليفت؟ في المؤتمر انسوا سيف الجزيري مش هتشوفوه تاني. ده تصريح المدير الفني، ومفيش مدير فني بيقول كده وهو عايز يحافظ على لعيبته. حضرتك ده مش بيتك، ده نادي الزمالك، و700 ألف دولار بيدفعوا للاعب زي الجزيري مش عشان في الآخر نرميه في الهوا ونجمد اللعيب. ده لعيب أجنبي محترف، فحضرتك متساق من جون إدوارد دي قصة تانية. يا كابتن حسين لبيب، الزمالك نادي جماهيري مش مشروع فاركو، وانتوا مش قراطيس في النادي. ما ينفعش مدير فني يطلع على الهوا يقول سيف مش معايا تاني. لا دي مش عزبة جون إدوارد، ده نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر وأفريقيا.